اهلا الغزالات، اخباركم؟ نتمنى تكون اموركم ديما بخير وعلى خير ان شاء الله. اول حاجه غنقول لكم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم للقناه، وشكرا للبنات اللي ديما واقفين معايا فيما ما كنحط شي فيديو كنلقاهم حاضرين بالتعاليق ديالهم بلي لايك ديالهم. المهم كنشكركم كاملين. الفيديو ديال اليوم: هل الرجل يحب معذبته؟ واش الراجل كيبغي المراه اللي كتعذبو او لا اولا هذيك الساهله؟ هادشي اللي غادي نهضروا فيه هذا النهار. ولكن قبل، الحبيبات ديالي ما تنساونيش بالدعم ديالكم كاملين، جدادات وقدامات، بالدعم ديالكم تاع لي لايك ديالكم وبتعاليقكم. وكنرحب بالجداد والقدام. بالنسبه للجداد اللي عجبك حبيبه المحتوى ديال القناه، لا عجبك هاد المواضيع اللي كنحط او الوصفات، ما تنسايش حبيبه هبطي واشتركي معايا في القناه، بركي على صابوني، وما تنسايش تفعيل الجرس وما تبخلوش عليا كاملين بالبارطاج لهذا الفيديو هذا. المهم كنجيب لكم مواضيع او اي موضوع بغيتو نهضروا فيه ماشي مشكل، ما عليكم تكتبوا لي غير في التعليق اولا تدخلوا الانستغرام، راني غنخليه لكم غير اسفل هذا الفيديو هذا في صندوق الوصف. يمكن لكم تكتبوا لي شنو بغيتو اولا شي موضوع نتوما بغيتوني نهضر فيه اولا شي مشكل اولا شي حاجه. المهم كاين اللي ما كيبغيش يكتب في التعاليق، كيبغي يبقى داكشي سري، فممكن تكتبوا لي على الانستغرام، نخلي لكم غير اسفل هذا الفيديو هذا. ومرحبا بالجميع معنا اليوم. كيف قلت لكم، الراجل واش كيبغي المراه اللي كتعذبو اولا المراه السهله؟ الراجل شنو كيفضل في نظركم؟ كنتمنى تكتبوا لي في التعاليق واش بصح الراجل كيبغي اللي كتعذبو اولا اللي كتجيه سهله؟ واش الراجل كيبغي اللي هو اللي كيتبعها اولا اللي هي اللي تابعه؟ في نظركم شنو؟ انا في نظري كيبغي المراه اللي كتعذبو. غادي نعطيكم اول حاجه واحد المثال. غادي نحطوا جوج ديال الاسماء، مثلا غنحطوا نسرين هي الاولى، وغادي نحطوا ساره. هاد الاسماء غير جاو خديتهم زعما غير عشوائيا دابا قدامكم، يعني ماشي تقولوا راني كنتقصد شي حد. المهم يعني ما كنتقصدش انا، غير هذه غير امثله باش ملي نهضروا عليهم نعرفوا راسنا على من كنهضروا. نسرين هي الاولى وساره هي الثانيه. الوغ وكاين راجل بيناتهم كيعرفهم بجوج. نسرين عرضت عليه الغدا، هادشي اللي كنقول لكم انا غير مثال وصافي. عرضت عليه الغدا، واخا بطبيعه الحال قبل مشى لعندها يتغدى، لقاها موجده ليه جميع انواع الاكل. هي خدات داك الفكره نتاع اقرب طريق للرجل هي المعده ديالو. الوغ نسرين مسكينه وجدات واحد الغدا كي داير. المهم الطبله معمره. عجبو الحال بطبيعه الحال، لان الراجل كيبغي الشهيوات ضروري، كاع الرجال كيبغيو الشهيوات كما بغى يكون. عجبو الحال وفرح وكلا وشبع وعجبو الحال. وناضت مسكينه مور داكشي، يعني تاكله وسالاو، ناضت وجدات ليه حاجه هكا يشربوها كي كنقولوا ان ديسير. المهم كي كنقولوا سدات الفم للراجل، ما عنده فين يزيد يهضر. يعني كي كنقولوا هذه هي المراه والا فاله، كي كنقولوا مراه ونص قاده. عمرت ليه الطبله، كلا شبع عجب وفرح، حطات ليه الديسير. المهم داكشي من كل الاصناف برعاتو، عجبو الحال. المهم كلا سالا، بغى ينوض يمشي عنده الخدمه، بقات شاده لاصقه فيه. لا زيد معايا واحد شويه، ما تمشيش دابا، ما تخلينيش بوحدي وغنقنط قال لها خاطرها، وزاد معاها واحد 5 دقائق صافي. من بعد داكشي مشى، لان السيد عنده خدمته ولا عنده المصالح ديالو، عنده شي حاجه تابعه، كل واحد الظروف ديالو، حنا ماشي مشكل. المهم دار لها خاطرها وخرج ومشى. شويه وهي تعيط ليه ساره ثانيه، عيطات ليه وعرضته العشاء. بطبيعه الحال قال لها ايوا السيد مبرع مغدي عنده وحده ومعشي عنده وحده، شكون بحاله. وصل وقت العشاء، مشى لعند ساره، لقاها ملاهيه في الاورديناتور ديالها ولا في التليفون. المهم مشغوله، ما عطيهاش حتى وقت، هو جالس كيهضر وهي مشغوله طف 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 طف، ما ديهاش فيه، ما عطيهاش وقت، ما عطيهاش قيمه. دوزات واحد شويه، مشات جابت ليه عويصر حطاتو ليه، شرب وسالم. هذا هو العشاء، ما عطاتوش وقت. هي قالت له العشاء سقو غير في عصير شويه، وقالت ليه صافي اسمح لي خاصني الناس قدا تبعني الخدمه دابا. الله يهنيك، شفتوا العشاء كي داير؟ خرج، ما خرجش فرحان كيف ما خرج من عند نسرين، لا خرج مزير، ما عجبوش الحال.
الو فاش مشى المهم دخل للدار داكشي كيحل التليفون ديالو كيلقى بزاف نتاع لي زابيل لي ميساج من عند من عند نسرين مسكينه اللي وجدات وطيبات وحتى هكا كلشي كتسولو فين وصلتي علاش ما اتصلتيش على المهم بقى بزاف نتاع لي زابيل وبزاف ديال لي ميساج. هو هز التليفون في نظركم لمن غيعيط نسرين اللي مسكينه وجدات على قبلو هذا وفي الاخر بدات كتسول فيه لي زابيل ولا ميساج اولا غيعيط لساره اللي ما داتهاش فيه اللي حطات ليه عويصر هذا هو العشاء وقالت له نوض الله يهنيك غدا عندي الخدمه. كتظنوا لمن غيعيط؟ بطبيعه الحال غيعيط لساره. علاش؟ لحقاش نسرين كي كنقولوا دارت له كلشي عطاتو وقت عطاتو قيمه وبقات تابعاه كتسول فيه بالتليفون فين علاش يسول فيها؟ ما عندولاش خصو يسول في هذيك اللي ما عطاتو حتى باش ينقي سنانو اللي ما عطاتوش قيمه اللي ما عطاتوش وقت اللي صافي درتو هكا وكركباتو مع الباب اللي غيعيط وعليها غيسول وهذيك اللي غيبقى تابع لحقاش الاخرى راها تابعاه ولكن هو غيتبع الاخرى اللي ما دايهاش فيه اللي ما عطيهاش وقت غيتبع المعذبه ديالو ماشي اللي جاتو سهله لان الاخرى بالنسبه له ماشي واحد التحدي لان الراجل بصفه عامه كيبغي التحدي ما كيبغيش الحاجه السهله. الاخرى جاتو سهله هي اللي تابعاه الوغ ما بغاهاش غيتبع الاخرى اللي معذباه. هذا علاش كنقول لكم الرجل يحب معذبته. الراجل كيبغي المراه اللي كتعذبو ما كيبغيش المراه اللي ديما لاصقه وديما تتحفرو ديما تابعاه وديما فين مشيتي فين جيتي. الراجل ما كيبغيش هكا ما كيبغيش المراه اللي تخنقو كيبغي اللي هي اللي معذباه. واخا الاخرى تبقى تابعاه وكتسول لا غيبقى كيبغي هذيك اللي هو اللي تابعها هذيك اللي ما عطياش وقت. علاش؟ لان مازال شي حوايج باغي يكتشفهم فيها باغي يعرف عليها شحال من حاجه. الاخرى دارت كل شيء كي كنقولوا فرشات ليه كل شيء. حتى مثلا المراه مع راجلها كيدخل الراجل كيلقى طبله معمره هذه كيكون راجلها يعني مزوجين كيدخل كيلقى الطبله معمره كاع الاصناف ديال الاكل محطوطين. الو هذا الراجل شنو خليتي له عادي يتشهى؟ عطيتكم هي مثال صافي راه كلشي حطيتيه له ماشي كل مره نحط ليه حاجه. هادشي اللي خص يكون كل مره حطي حاجه ماشي انت تحطي كلشي كاع داكشي اللي كتعرفي ديريه تنزليه ايوا صافي ما بقى حتى شي حاجه عندك مخبي. يعني ديما المراه كخصها تخلي شي حوايج لداخل ما تحطيش ليه كلشي ما تفرشيش ليه كلشي وما تبينيش ليه كلشي. ديما خليه يكون الجديد يكون التشويق. يبغي المراه اللي كتجدد اللي ديما عندها الجديد ماشي نحط كلشي في ضربه واحده ونسالي لا. يعني الراجل اللي حطيتي ليه كلشي في ضربه واحده ما كيبقاش عنده واحد الاهتمام واحد الحاجه باغي يعرفها فيك شي حاجه باغي يوصل لها عندك لا حطيتي له كلشي ساليتي. ما الراجل كيبغي يكتشف. الراجل الا رضيتيه بكلشي الا عطيتيه كلشي ورضيتيه بكلشي صافي ما بقالوش علاش غيبقى تابعك ما غتبقاش عنده واحد اللذه انه يبقى يجري موراك. علاش غيجري موراك؟ حطيتي ليه كلشي. الراجل كيبغي المراه اللي كتكون شخصيتها قويه. ديما كنقول لكم الراجل ما كيبغيش المراه اللي شخصيتها ضعيفه كيبغي المراه اللي تكون عندها شخصيه. اخرى دارت ليه كلشي مي الاخرى شخصيتها قويه ما داتهاش فيه. هكا الراجل كيبغي المراه. ديما ديري في براسك هذيك اللي كتمسكن وكتبغي دير هكاك لا. ديما كنقول لكم راه غيفضل الاخرى اللي شخصيتها قويه الاخرى اللي عارفه راسها اش كدير اللي قادره تعتمد على راسها. عمرك ما تبيني للراجل على انه هو كل شيء بلا بيه ما تعيشيش. الراجل جزء من الحياه ديالنا ماشي الحياه كامله. فاش كتبيني له انه الحياه كامله او لا بلا بيه ما تعيشيش ما غتشديش بهذه الطريقه. كوني متاكده ديما حسيه على انه جزء في الجنب جزء من الحياه ماشي كل شيء. يعني فاش الراجل كتعطيه الوقت كامل ديالك ما كيبقى عنده علاش يتبعك. ولكن فاش كتخليه شوفوا الاخرى كيف خلاتي في الطرف ما داتهاش فيه ما عيطات له ما سولات فيه وهو هي اللي غيتبع ما غيتبعش هذيك اللي كتسول فيه. المهم كنتمنى البنات الفكره توصلكم يعني تستافدوا من هذا الشيء هذا باش داك نبقى لاصقاه كنبغيك هذا
لا، الا بغيتي تكسبيه انتي شدي راسك، ما ترميش عليه كلك. الا بغيتي تشديه لعندك، اما فاش كتحلي وكترماي وكنقولوا كتسيحي، راه ما كتشديش، راه غيخليك وغيتبع هذيك اللي عاطيه لراسها قيمه وعاطيه لراسها وقت، ماشي اللي مكفحه، ماشي اللي مزلعه عليه، اللي ما عرفتش كي نزيد نقول لكم اكثر. المهم نحاول نهضر معكم شي حاجه اللي بسيطه اللي تفهم، اللي تدخل يعني كلشي يفهمها. كنتمنى انكم تستافدوا من هذا الموضوع هذا. وحبيباتي كنشكركم بزاف، ويا حبيبات ديالي ما تنساونيش من لايك، واللي كاين شي موضوع مرحبا والف مرحبا، يا في التعاليق يا في انستغرام. المهم انا ديما هنا موجوده معكم، وديما راهن الاشاره ديالكم، وغادي نخليكم دابا نتلاقاو مره اخرى ان شاء الله. باي باي.